بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازي حضراتكم؟ أنا الدكتور أحمد الشربيني، أخصائي أمراض القلب. جالي تليفون، ألو أيوه يا دكتور، بابا محجوز في المستشفى، جات له جلطة في القلب وبيقولوا ادوا له مذيب جلطة، نعمل إيه؟ طبعا حالات الجلطات اللي بتاخد مذيب في وقت مناسب دي من الحاجات اللي بتوفر نتائج كويسه وبتحافظ على عضله القلب. لكن لو هنتكلم باي بوك زي ما العلم بيقول، يعني المفروض ان المريض ده يعمل قسطره في خلال 24 ساعه. فاتكلمت معاه بمنتهى الامانه، قلت له الصح ان باباك يعمل قسطره في اقرب وقت، يا ريت دلوقتي على طول. طبعا الحمد لله ان هو خد مذيب جلطه والشغل اللي اتعمل شغل كويس ومحترم، ويا ريت نكمله بقى على طول. هم ما منعوش الحقيقه، توكلنا على الله على طول ودخلنا عملنا قسطره، وفعلا اكتشفنا ان الشريان لسه في ضيق حرج مكان الجلطه، والحمد لله فتحنا الشريان وركبنا فيه دعامه. وبعد المتابعه طبعا كانت كفاءه عضله القلب وقعت شويه. الشريان الامامي الايسر النازل اهم شريان في الثلاثه زي ما اتفقنا، كانت الكفاءه قلت شويه. الحمد لله فتحنا الشريان، ركبنا دعامه، الامور كويسه، اديته مواعيد المتابعه بتاعته. بعد 3 شهور تقريبا كفاءه عضله القلب ارتفعت جدا والامور بقت كويسه، وعايشين حياتنا بصوره طبيعيه وجيده الحمد لله. ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، وادعوا لاهالينا في فلسطين والسودان ولبنان بالصبر والثبات. دمتم صحه وعافيه.